هقول لكم على مصطلحين جامدين جدا. مصطلحين علميين. دول هيفرقوا معاك في الأيام الصعبة اللي احنا فيها دي علشان تطلع كسبان وما تخسرش. لأن احنا في زمن دلوقتي كل حاجة بقت غالية. المصطلحين دول هيخلوك ما تضيعش وقتك وفلوسك على الفاضي. طبعا الناس اللي دارسة اقتصاد عارفة الفرق بين التمن أو السعر والقيمة. ايه الفرق بين السعر والقيمة؟ عشان في ناس خلطة الاتنين ببعض. السعر هو الحاجة اللي بتدفعها أو حاجة اللي بتغرمها علشان تشتري حاجة. يعني السعر ده فلوس للتعاملات اللي بيننا. لكن القيمة لا تقدر بتمن، القيمة ملهاش تمن. المصطلحين دول بقى هقولهم لك بصورة مختلفة تماما عشان تطلع كسبان وما تضيعش حياتك على الفاضي. السعر هو كل حاجة بندفعها في حياتنا دي. القيمة هي تمن الحاجة دي عند ربنا سبحانه وتعالى. فهمت الفرق؟ أبسطها لك. يعني دلوقتي حضرتك الزكاة، الزكاة اللي بتدفعها، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الزكاة علشان ربنا يبسطها لنا ونعرف نحسبها قال لك هي 2.5% على الفلوس اللي عدت عليها سنة وبلغت النصاب. ده السعر اللي هتدفعه. قيمة الزكاة دي بقى ايه عند ربنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. قيمتها عند ربنا لا يمكن حسابها. ليه؟ لأن ربنا اللي هيحاسبك وده الغني. أديك مثال تاني. إن أنت تقوم تصلي صلاة الفجر في الجامع، تمنها إيه؟ تمنها إن أنت تقوم من أحلاها نومة وتظبط منبه وتقوم من تحت غطا دافي في عز البرد وتنزل في الضلمة وكلاب تجري وراك وتتوضى بمية ساقعة لو ما عندكش سخان و. طب قيمتهم إيه؟ سنة الفجر بس سنتها بالدنيا وما عليها. هي دي قيمتها عند ربنا. يبقى عشان ما تلخبطش نفسك بعد كده وتيجي تدفع تمن اي حاجة او تغرم اي حاجة واهمها صحتك ووقتك، شوف التمن اللي انت هتدفعه ده ليه قيمة عند ربنا ولا لا. وبالتالي انت كده هتطلع كسبان، بتعمل استثمار صح في الايام الصعبة دي. واهم حاجتين اما تيجي تدفعهم تمن لحاجة اوعى يكونوا ملهمش قيمة عند ربنا: وقتك وصحتك. كملوا انتوا بقى الباقي. صباح السعادة.